تقدر تعيش أسبوع من غير إنترنت؟ لا، مستحيل. مستحيل. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من شباب تك، البودكاست اللي بيفتح ابواب عالم التكنولوجيا والروبوت والذكاء الاصطناعي، ولكن من وجهه نظر مختلفه، وجهه نظر الشباب والاطفال. النهارده معانا تجربه ملهمه جدا هنستمتع بيها، ويا رب تكون سبب في الهامكم وان انتم كمان تدخلوا عالم التكنولوجيا. خلونا نرحب باحمد. ازيك؟ الحمد لله. عرفني بنفسك. أحمد الشيخ، 19 سنة، في إعدادي هندسة اسكندرية. اهلا وسهلا يا احمد. انت 19 سنه والسنه دي اول سنه في الكليه. احكي لي، انت ابتديت تتعلم تكنولوجي من امتى؟ من وأنا عندي 12 سنة، يعني تقريبا من 6 سنين ونص يعني. 6 سنين ونص. كنت كبير شويه ما ابتديت آه. تتعلم. ال6 سنين دول اللي انت اتعلمت فيهم تكنولوجي، كنت في سنه كام اول ما ابتديت؟ بدأت في ميدل 1. كان في صعوبات بالنسبه لك ان انت اول ما ابتديت؟ في أول كذا سيكشن كنت حاسس إن الموضوع جديد عليا، وإن الموضوع فيه ستراجلينج شوية وكده. بس بعدها لما حبيت الموضوع فاديته كف يعني. حبيت الموضوع امتى بقى يعني؟ حبيت الموضوع مع أول مسابقة. ايه المسابقه؟ احكي لي عليها. كانت فيرست اف ال ال. كان هي مسابقة بتبقى 4 حاجات بتركز على روبو جيم، ماب، وبروجرامينج وديزاين، وانوفيشن، وكور فاليو. كان اكتر حاجه كنت بحبها يعني، او اللي خلتني احب الموضوع اكتر، الميشنز اللي على الماب، ان انت بتحاول تحل ميشن بطريقه وفي وقت معين وليميت، فبتحس تشالنج ان انت عايز تعديه يعني. انت دخلت كذا مره بقى بعد كده، اه، ولا يعني دي دخلت كانت البدايه وبعد كده دخلت مسابقات ايه بعد كده؟ دخلت نفس المسابقه 3 مرات، لان هي كل سنه بتتغير، يعني كل سنه فكره جديده وماب جديده وكل حاجه. اكتر بروجكت يعني كنت حابه وكان دخلته في تاني سنه. ده كانت فكرة كده. كانت مينا اسكندرية عندها مشكلة ان هي البروسيس بتاعت نقل الكونتينر من المركب لحد بره دي بتاخد وقت وفلوس كتير وكده. عملناها بقى عن طريق عملنا بروتوتايب، رسم هندسي بكل حاجة، ان يخلي الموضوع ده كله في ستيب واحدة يوفر فلوس ووقت. طب بص يعني اللي انت بتقوله ده كلام رائع جدا، ان انت بتشوف مشكله حقيقيه مم. وفي بلدك في مينا اسكندريه، وتبتدي تلاقي لها حلول وحلول منطقيه، مش كده؟ ايوه بالظبط. وممكن تتحط موضع التنفيذ. هل الكلام ده ما حاولتش تكون ستارت اب ليك، يبقى البروجكت ده يكمل معاك تطبقه بتاع؟ هو كان الجادج اللي كان واقف علينا كان اه الرئيس التنفيذي لمينا متعددة أغراض بجد؟ اسكندرية. قال لك ايه بقى؟ هو عجبته قوي فكرة ان احنا رسمينها بايدينا احنا، مم. كأننا صغيرين وازاي عاملين الشغل ده. فقال لنا الفكرة حلوة طبعا، وخد ارقامنا وخد البرزنتيشن. طيب إيه؟ طب ده يخليك تبقى عندك الملكة بتاعت ان انت تشوف المشاكل ايه هي، وتبتدي تحلها زي ما كان في فيرست ليجو ليج كل سنة بيبقى فيه مشكلة وحقيقية أيوة. وبتبتدي تحلها. ده ضاف لك ايه في حياتك انت الشخصية؟ غير من شخصيتي اولا في المذاكرة. مم. دي حاجة مبدئية، يعني ان هو في المذاكرة حس ان الدنيا انت بتجمع اسرع، بتفهم اسرع، بتحل مشاكل اسرع. تاني في حاجة اي مادة ولا في المواد اللي هي في العلمية اللي المواد فيها تكنولوجي؟ الساينتفك شوية يعني، اللي هي فيزيكس، ماس، ستاتكس كده يعني. مم. وبالنسبة بقى لشخصيتي أنا كأحمد، هو علمني في مسؤولية أكتر. علمني إن أنا لما أتحط في مكان أعرف أدي إفورت إن أنا أبقى مميز. ده علشان كان وقت التدريب والتايم اه مانجمنت وان انت تنفذ ميشن في وقت بالظبط. معين وبتاع. ده خلاك لما تتحط تحت ضغط أيوه بالظبط، بالذات إن اف ال ال كل حاجة فيها بالدقيقة، يعني الكونتنج روم هي 10 دقايق بالظبط، مم. دقيقتين ونص بالظبط، هكذا يعني. احمد، انت بقالك 6 سنين بتدرس تكنولوجي، شايف التكنولوجي واخدانا رايحه بينا على فين؟ هي رايحة في حتة بعيدة جدا طبعا. هي ممكن زي هي بدأت دلوقتي، في ناس كتير جدا ممكن ما يكونش ليهم شغل بسببهم. هو بيستغنى مثلا عن 3 مهندسين ويجيب مهندس مثلا ميكاترونكس مكان واحد ميكانيكا وكهرباء وكمبيو، مم. ويحطه هو ويستخدم بقى اي اي تولز ويقوم بشغله. طيب ال3 مهندسين اللي مشوا دول يلاقوا شغل فين؟ ممكن المهندسين اللي مشوا دول هم يحلوا نفسهم، ده اللي بيحصل دلوقتي اصلا. يعني يحلوا نفسهم.
يعني يحضر ماستر في حاجه معينه من الاي اي تخدمه في شغله. اوكي. يعني مثلا مهندس الكتروميكانكس اللي بيتخرج من جامعه اسكندريه، هو لو فضل زي ما هو كده هو مش هيلاقي شغل. مم. هو بيروح يحضر ماستر في الماشين ليرنينج، تمام. فيقدر يفرق معاه يحضر في الامبيدد سيستم، مم. فيكون معاه جزء اي اي مع الهندسه الاساسيه. يعني عايز تقول لي ان الناس اللي هتمشي دي او اي حد عايز يلاقي وظيفه بعد كده لازم يكون بيستخدم وبيطور الاي اي. اه بالظبط. اي وظيفه حتى طب دلوقتي يعني بقى في حاجه اسمها بايو ميديكال انجينيرنج. هم خلوا ان الطب محتاج برضو يبقى فيه اي اي ويدخل فيه الماشينز والكلام ده، فهو داخل في كل حاجه، في حاجه مش هيدخل فيها حرفيا. طب ده يخلينا نقول للشباب انت لازم تبتدي من دلوقتي ولا ممكن بعد ما بيخلص زي ما بتقول يبتدي الماستر بتاعه؟ لا، من وانت صغير بتفرق. طيب انت درست حاجه في الاي اي في الست سنين اللي فاتت دول؟ اه ايه بقى اخدت ايه؟ اردوينو مم. و بروجرامينج بايثون وبي اتش بي وماي سيكوال. حاسس ان في فرق بينك وبين اي طالب تاني ما دخلش درس الكلام ده؟ اللي ما عندوش باك جراوند انت حابب تدخل اي تخصص بعد كده؟ انت في اعدادي دلوقتي، حابب تدخل ايه؟ كمبيوتر اند كوميونيكيشن. حابب تطلع ايه يعني بعد يعني حابب ايه ايه الشغل اللي تعمله؟ هل ستارت اب خاص بيك ولا حابب تشتغل في مجال معين؟ بصراحة هي مايلستونز، يعني واحدة واحدة لسه مش مم. محدد ايه. بس هو اللي ناويه كده كده. هي اسكندرية عاملة شراكة مع اسكس في انجلترا. اطلع من تالت سنة اخد باتشلر وماستر بعدها. دي ناويها بعد تالت سنة اقدم عليها، وبعد الماستر بقى افكر اكمل هناك يا اما ارجع ابدأ حاجة هنا كده يعني. احمد، المسابقات اللي انت دخلتها دي هل من خلالها سافرت بره في اي فعاليه ولا حاجه؟ اه ايه رحت؟ وبتاعت امريكا دي كانت من احسن التجارب اللي شفتها في حياتي يعني. احكي لي عنها بقى، عملت ايه هناك؟ دي كانت سكولرشيب اسبوعين. كان كل اسبوع بندرس تخصص معين. اول اسبوع كان روبوتكس، وتاني اسبوع كان بيزنس وانتربرنور شيب وازاي تستارت البيزنس بتاعك كده. ليه كانوا حلوين؟ اول حاجه كانت التجربه في الاول تخض، وان انت مسافر بلد بعيده وتقعد اسبوعين معاك صحابك بس مش كل الناس عارفها. احنا كنا تقريبا 50 واحد. عارفين بس 6 7، والخمسين الباقي ما نعرفهمش. بدأ بعد أول يوم وتاني يوم كلنا اتعرفنا على بعض، بقى في جو في الكامبس. آم، غير الكونتنت العلمي بتاع الكورسز نفسها. بعد الكورسز بقى بتبدأ تقعد مع الناس وفي اكتيفيتيز ازاي تعيش حياة الجامعة وما تخافش وانت داخل. طيب بما انك عشت حياه الجامعه لمده اسبوعين في امريكا، ايه الفرق بين الحياه الجامعيه في لورنس تكنولوجيكال وفي والحياه فرق الجامعيه اللي انت فيها دلوقتي؟ ممكن الفرق يكون مثلا في الانفايرمنت، في الامكانيات اللي هنا وهناك. هناك مثلا اللابس اكتر، اللابس منظمه اكتر. الدكاتره برضو، الدكاتره جنسيات مختلفه. يعني مثلا كان دكتور الروبوتكس كان من نيجيريا، كان دكتور البيزنس واحد من امريكا والتاني من كندا. هو في مجال بينك وبينه انت تتناقش ان هو يوصل معاك لحل. هو بينزل لدماغك قوي لحد ما يوصل معاك لفكره كبيره هو ممكن يفكر فيها. يعني التعليم اللي انت اتعلمته في مجال اه الروبوتكس لما دخلت الجامعه هناك ودرست روبوتكس كان قريبين من بعض اه ككونتنت، لكن الجو اللي انت عايش فيه واللاب بتاع الروبوت اللي انت كنت فيه والتولز اللي انت بتشتغل فيها. هم موفرين كل حاجة بس آه. ككونتنت علم. لا، مم. أنا ال6 سنين كنت رايح بيزك الحمد لله جامد قوي يعني. جميل جدا. تجربتك دي يا احمد في الجامعه هناك ايه فرقت في حياتك الشخصيه يعني؟ هي وسعت نظرتي على السوق أكتر شوية. مم. يعني كنت مفكر إن الدنيا ضيقة وهطلع ألاقي شغل من تاني يوم وكده. مم. لقيت لأ، إن في حاجات كتير قوي لازم تتعمل عشان تاخد بوزيشن فعلا أنت مرضي بيه أو أنت حابب تشتغل في مكان زي ده يعني. والحاجات اللي تتعمل دي سهل ان انت تعملها او انت مهيأ وعندك البيز بتاعتها ان انت تعملها؟ الحمد لله. يعني هي محتاجة بس يكون شغال على دماغك من وانت صغير، مم. تفهم تكمل في التراك الصح، ما تطلعش على تراك غلط بس. طب يا احمد انا عايزك تاخد كارت من دول وتقراه وتجاوب لي عليه. تقدر تعيش أسبوع من غير إنترنت؟ لا، مستحيل. مستحيل. لا، ما هي كل الحاجات على الإنترنت. يعني أنا الزوم بتاعتي كلها على الإنترنت اوكي. احمد، شايف ان انت بعد ما تخلص كليه هندسه شايف استخدامك للذكاء الاصطناعي ممكن يكون عامل ازاي؟ وايه اللي رايح بينا فين الذكاء الاصطناعي؟ يعني كمان 5 سنين أو 4 سنين هيبقى ال AI وصل لمرحلة أنا معرفش هو هيكون بيعمل إيه. بس هو
مني مش هقدر استغنى عنه، محدش يقدر يستغنى عنه دلوقتي. ايه الاستخدامات اللي انت بتستخدمها في الذكاء الاصطناعي؟ في الدراسة ان انا بعمل مثلا لو عندي بروجكت او حاجة، بدل ما يكون الموضوع بورق او ان انا اعمل بروتوتايب كده كده، يعني ممكن اعمله على الابلكيشن او اي ويب سايت واوريه للدكتور، الموضوع يبقى اسهل. اخلي الحاجة يكون فيها كرياتيفيتي اكتر، مثلا الستاتكس لو اخلي الموضوع دايناميك، مش بس السؤال ده هو اللي هيتحط وخلاص هو اللي هيتحل، لا ابين للدكتور ان انا فاهم قوي عن طريق كذا وكذا وكذا. وده ما كانش هينفع يتعمل غير بالاي اي يعني. AI. انت مش بتستخدمه ان هو يحل محلك في انه حل لا، لان هو لسه عنده نسبة ايرور يعني، فانا لو ممكن. شايف ان التطور اللي جاي هيكون في معالجة الايرورز بتاعته دي؟ اظن بنسبة كبيرة، يعني ده اللي بيحصل الفترة دي. احمد، بما اننا بنتكلم على الاي اي، فانا هخلي الاي اي يسألك سؤال اوكي. وانت تجاوب عليه. طبعا. أهلا بأحمد، خليه يعرف إنه مرحب بيه جدا، ويبدو إن خبرته ما شاء الله واسعة. خليني أسأله، إيه أكتر حاجة ألهمتك خلال رحلتك في المسابقات دي في مجال الروبوتكس؟ انا حاسس ان انا اخترت الطريق الصح اللي انا ماشي فيه. يعني رغم إن في ناس حواليك ممكن يكونوا شايفين حاجة مختلفة، إلا إنك حاسس من جواك إنك اخترت الطريق الصح وإنك ماشي في الاتجاه المظبوط، وده إحساس مهم جدا وهو اللي بيديك الدافع تكمل. مظبوط. شكرا. ايه النصيحة اللي انت تقولها للشباب والاطفال اللي لغاية دلوقتي ما ابتدوش ان هم يدخلوا مجال التكنولوجي وما ابتدوش يتعلموا التكنولوجي؟ لازم تبدأ بدري، هيحطك في كوميونيتي كويس، وهيعلي فكرك وهيعلي دماغك. هيعلمك حاجات كتير جدا، هيشغل وقتك بدل ما يشغل بحاجات تانية، هيشغله في حاجة كويسة فعلا هتنفعك. ممكن لما تكبر وتكون فعلا ناجح، هتحس بقيمة اللي انت بدأت فيه وانت صغير. احمد، انا بشكرك جدا على الانترفيو الجميل ده، وبالتوفيق ان شاء الله، مستقبل رائع، وتعلم الناس بعد كده التكنولوجي والروبوتكس، وتعمل الستارت اب بتاعك وتنفذ مشروع المينا. الف شكر يا احمد، شكرا ليك.